السلام عليكم ورحمة الله. كما كنا وعدنا المغاربة في الفيديو السابق أننا نوري لهم وفرة الحليب في الجزائر، وهذا الحليب المدعم اللي قالك ديروا عليه الطوابير. نوري لهم مشاهد لا يريد النظام المغربي أن يراها المغاربة. أعطينا أربعة أخوي. لا حافظ. ربي يحفظك. منا الله. الهدف من الفيديو ماشي باش نقول لكم شوفوا احنا عندنا الخير وانتم ما عندكمش الخير، لا، احنا اخلاقنا وتربيتنا ما تخليناش نزوخوا على الناس بالمواد الغذائية ولا بالاكل. الهدف هو توعية المواطن المغربي من التخدير الذي يقوم به نظام المخزن لعقول المغاربة، يخليهم يصدقوا اشياء عن الجزائر باش يقولوا احنا الحمد لله رانا احسن من الجزائر. هذا الحليب المدعم سعره 25 دينار جزائري اللي هي 1.5 درهم تقريبا. كما شفتوا خوتي المغاربة، هذا الوقت في منتصف النهار، لا طوابير، الحليب متوفر وبكميات كبيرة. هذه الصورة اللي ما يحبش النظام المغربي يبينها للمغاربة، يحب يبين دائما أن الجزائر بلاد طوابير، بلاد اللي ما فيهاش الموز، بلاد الفقر، بلاد المشاكل. هذا كله باش يخلي المواطن المغربي ما يركز على المشاكل الحقيقية ديالو، مشكل الغلاء، مشكل البطالة، مشكل الفقر. فضائح الحكومة المغربية أخنوش يرفع سعر البنزين رغم انخفاض أسعار البترول في العالم. فضائح وزير العدل اللي زور مسابقة للتوظيف المحامين في المغرب وقام بإدراج أبناء مسؤولين في القائمة، ويخرج ويتحدى المغاربة ويقول لهم انتم تريحوا تهضروا غير في الفيسبوك، ما تكتبوش في الجرائد ديالهم، تكتبوا في فيسبوك ديالهم. داز ورقه ما مسين فيها حد وتكتب عليها مقال وتقول وهبي نهايه وهبي، نسمع في القهوه ونمشي نشرها في الفيسبوك. زعما شنو هي زعما؟ هذا الوزير اللي كان بطل فضيحة امتحان المحامين في المغرب وأدرج فيه أسماء أبناء مسؤولين وابنه، وتحدى المغاربة وقال لهم أنا ابني يقرأ في كندا وأنا خلص عليه باش يقرأ في الخارج وكاين الفلوس الحمد لله. واليوم يخرج ويتكلم بكل جرأة ويقول ما رانيش ماشي من مكاني، وبأسلوب سوقي يخرج ويقول لك الناس قاعدين في القهوة ويكتبوا مقالات ويخرجوا في الفيسبوك يهضروا. هل هذا فعلا مستوى وزير في الدولة المغربية؟ حل حتى اولئك الفتيات او الذكور الذين يتقن الزعيق. وهنا راه يتكلم على الانتقادات اللي كانت ضده في الفيسبوك، وصف هؤلاء الناس اللي تحدثوا عليه وانتقدوه، وصفهم أنهم يتقنون الزعيق. وهنا يخرج صحفي ويسأله يقول له وش هذا المستوى وكيفاش راك تتكلم بهذه الطريقة؟ تتكلم عن موتوا بغيظكم أنا جالس على قلوبكم. يعني لا أتصور أن هذا مستوى وزير في التواصل. كيفاش راح تتصور أنه يرد على هذا الصحفي؟ هل يعطيه تبريرات لهذا الكلام ولا يتكلم معاه بتبجح؟ نشوفوا كيفاش كان رد هذا الوزير. لا يهمني ذلك، أنا أستعمل الكلمات التي تعبر عن حقيقة أولئك الأشخاص. تلك الكلمات التي استعملها هي أقل ما يمكن أن يقال في أولئك الأشخاص. هذه هي المشاكل الحقيقية للمواطن المغربي. وزير يتكلم بكل جرأة وبكل غطرسة ولا يبالي بالانتقادات ولا يقبل حتى الحوار ولا يملك أي كاريزما أو أسلوب مقنع لما يقوم به. راه خارج بكل تبجح ويقول للمغاربة بعبارة يعني بالدرجة تاعنا دزوا معاهم.